السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم في الهلال اليوم. أحدث أخبار الزعيم هنا. اشتركوا وفعلوا الجرس وخلونا ندعم الهلال مع بعض. يلا نبدأ. المباريات التي يغيب عنها ناصر الدوسري. أعلن نادي الهلال عن إصابة ناصر الدوسري في إصبع القدم، ما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع. الإصابة جاءت لتؤثر على مشاركته في المباريات القادمة. المباريات التي سيغيب عنها: لا مدريد الشباب، لا مدري السد، لا مدري النجمة، لا مدري السد، لا مدري الفتح. ثيو هرنانديز يمر بفترة صامتة في الهلال. شهدت آخر 11 مباراة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع المسابقات هذا الموسم غياب أي مساهمة فعلية من جانب الظهير الفرنسي ثيو هرنانديز. خلال هذه المباريات لم يسجل هرنانديز أي أهداف ولم يقدم أي تمريرات حاسمة، كما لم تظهر بصمته الدفاعية بشكل مؤثر يمكن رصده في إحصائيات الفريق، وهو ما أثار استياء الجماهير الهلالية. قبل المنعطف الحاسم، مشهد مقلق في عيادة الهلال الطبية. أعلن نادي الهلال عن سلسلة إصابات ضربت صفوف الفريق في توقيت حساس من الموسم، ما يفرض تحديات كبيرة على الجهاز الفني للزعيم قبل المواجهات المقبلة. تنوعت الإصابات بين العضلية والعظمية، إذ جاءت على النحو التالي: كريم بنزيما يغيب لمدة 15 يوما بسبب الإصابة. حسان تنبكتي يغيب عن لقاء الشباب لإصابة في العضلة الخلفية. ناصر الدوسري يغيب من 3 إلى 4 أسابيع بعد إصابة في إصبع القدم. محمد الربيعي غياب بسبب إصابة في إصبع اليد. يوسف أكتتشيك إصابة في عضلات أسفل البطن. المباراة التي ستشهد عودة بنزيما للمشاركة مع الهلال. يتوقع أن يستقبل نادي الهلال نجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يستمر من 10 إلى 15 يوما نتيجة إصابته في العضلة الضامة خلال الآونة الأخيرة. المباراة المرتقبة بين الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس الملك المقررة يوم 18 مارس 2026 من المتوقع أن تشهد عودة كريم بنزيما إلى تشكيلة الفريق الأزرق. تأتي هذه العودة في توقيت حاسم، إذ يسعى الهلال إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لضمان تجاوز نصف النهائي والمنافسة على لقب الكأس. عائلة ماركوس ليوناردو تمهد لرحيله عن الهلال. أفادت تقارير صحفية بأن أحد أفراد عائلة البرازيلي ماركوس ليوناردو المحترف في صفوف الهلال تواصل مع إدارة نادي فلامينغو لفتح باب المفاوضات مجددا بشأن الانتقال المحتمل للاعب. النادي البرازيلي يدرس في الوقت الحالي تقديم عرض رسمي لإدارة الهلال قبل انتهاء فترة سوق الانتقالات الشتوي في البرازيل، في محاولة لاستغلال الفرصة وإتمام الصفقة خلال المهلة المحددة. يذكر أن الهلال كان قد تعاقد مع اللاعب البرازيلي في سبتمبر 2024 قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، موقعا على عقد يمتد حتى 2029 مع الفريق الأزرق. هيمنة مطلقة للهلال أمام الشباب. فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيطرة كبيرة على تاريخ مواجهاته أمام نظيره الشباب في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز. فيما يلي تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري السعودي الممتاز: حقق الهلال 51 انتصار، حقق الشباب 19 انتصار، 31 تعادلا بين الفريقين، سجل الهلال 150 هدفا، سجل الشباب 98 هدفا. حظوظ شبه منعدمة لنجم الهلال في المشاركة مع فرنسا بالمونديال. قالت تقارير إعلامية أن حظوظ المهاجم كريم بنزيما نجم هجوم نادي الهلال في المشاركة مع فرنسا في المونديال أصبحت شبه منعدمة، وعودته مستحيلة للمنتخب. حسب تلك التقارير، فإن الناخب الفرنسي ديديا ديشامب استقر على قائمة المهاجمين الذين سيعتمد عليهم في المونديال، وهم كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، ريان شرقي،
ديزيري دوي، برادلي باركولا ومايكل أوليسا. ديشامب سيضيف مهاجمين 2 للقائمة، وعلى الأرجح سيفاضل بين الثلاثي هوغو أكيتيكي وماركوس تورام وماغنيش أكليوش. المنادات على بنزيما لن تكون إلا في حالات نادرة تتعلق بالإصابات، وطبعا في حال تألق مع الهلال خلال المباريات التي تسبق المونديال. هل يستمر إنزاغي مع الهلال؟ تتجه إدارة نادي الهلال للإبقاء على خدمات المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي في منصبه الحالي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية. ستقوم الإدارة بتقييم وضع المدرب الإيطالي بشكل شامل عقب نهاية الموسم، على أن يحسم مستقبله بناء على النتائج والمؤشرات الفنية التي سيحققها الفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة. إضافة إلى ذلك، تسود قناعة داخل أروقة الهلال بأن وجود إدارة رياضية متكاملة وشاملة سيلعب دورا مهما في دعم الجهاز الفني وتعزيز عملية التخطيط للموسم المقبل بشكل أكثر تنظيما وكفاءة. سالم الدوسري في خطر. قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي إن وضع سالم الدوسري في الهلال أصبح مشابها لوضع محمد صلاح مع ليفربول، حيث يتعامل اللاعب مع مركزه وكأنه خانة مضمونة رغم تراجع مستواه الفني. وأضاف الصرامي خلال ظهوره في برنامج ملاعب أن أداء سالم داخل الملعب لا يبرر بقاءه أساسيا طوال المباراة، منتقدا انشغاله بالاحتجاجات على التحكيم بدلا من التركيز على تقديم مستويات أفضل، مؤكدا أن بعض المطالبات بركلات جزاء كانت مبالغا فيها. 6 غيابات مؤثرة تضرب الهلال قبل مباراة الشباب في روشن. تأكد غياب 6 لاعبين عن الهلال خلال مباراة الشباب بالجولة 24 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب المملكة أرينا مساء غد الجمعة. وسيغيب عدد من الأسماء عن مباراة الهلال أمام الشباب في دوري روشن للمحترفين، وعلى رأس هذه الأسماء كريم بنزيما بسبب الإصابة التي لحقت به، بالإضافة إلى الخماسي محمد الربيعي وناصر الدوسري وحمد اليامي ويوسف أكتشيشيك، وأخيرا لاعب الفريق حسان تنبكتي. وسيبحث سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال التغلب على هذه الغيابات في ظل الإصابات التي تواجه الفريق قبل المواجهة الهامة للفريق أمام الشباب بالجولة القادمة من روشن. ويتطلع الهلال للخروج من التعادلات والعودة من جديد للانتصارات، وذلك عقب تعادل الفريق بالجولة الماضية أمام التعاون والاتحاد بالجولة قبل الماضية بنفس النتيجة. نجم سابق يؤكد ما قاله سامي الجابر بشأن إنزاجي. أبدى نجم كرة القدم السعودي السابق سعيد العويران رأيه بشأن قيادة فريق الهلال الفنية، مؤكدا أنه يوافق أسطورة الزعيم سامي الجابر في أن المدرب سيميوني إنزاجي لا يصلح لتولي تدريب النادي العاصمي في الوقت الحالي. أضاف العويران أنه لا يرغب في توجيه أي نقد مباشر للهلال لأنه فريق كبير جدا، مؤكدا على محبته لهذا الكيان، إلا أنه تمنى أن ينجح نادي النصر في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم. في سياق آخر، أكد العويران أن فريق الاتحاد بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو أثبت قوته ومكانته الكبيرة كفريق منافس على لقب الدوري هذا الموسم. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم تغطية شاملة لكل ما يخص الهلال. وقبل أن نودعكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.